السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم حبايبي، او صباح الخير على حسب ما بتشوفوني. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله الحلاوة الطحينية في البيت ب3 مكونات بس، ان شاء الله تعجبكم. احنا عندي هنا المكونات بتاعتي بسيطة وسهلة جدا. كوباية من اللبن البودر، وكوباية من السكر البودر، وهنستخدم كوباية ونص من الطحينة. مكونات سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. هننزل بكوباية من اللبن البودر، وبعد كده هنزل بالسكر بتاعي. بس اهم حاجة تكوني نخلة اللبن البودر والسكر عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. وبعد كده هنزل بالطحينة بتاعتي بقى كده بالراحة. هنعجن الاول، ولو لقيتها محتاجة طحينة تاني هزودها نص الكوباية التانية. هنقلب كده بالراحة. هنقلب بالمعلقة كده بالراحة. انا كده هتحتاج نص الكوباية التانية. هنزل بالنص الكوباية التانية كده. المقادير بتاعتي هتبقى مظبوطة. كوباية لبن بودر، وكوباية سكر بودر، وكوباية ونص من الطحينة. هشيل بقى المعلقة خالص، هستخدم ايدي. بس الحلاوة مش محتاجة عجن، يا دوب بايدك كده بالراحة وتدعكيها. هي كده العجينة بتاعتي اصبحت حلوة جدا معايا، هو ده القوام المطلوب. هنزل عندي شوية من الفستق المطحون، هنحطهم على الحلاوة، وهقلب طبعا كده بالراحة. ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا، وصفة سهلة وبسيطة. هجيب بقى عندي هنا القالب بتاعي، حطيت في قعره ورقة من الزبدة، وهنزل تاني بشوية من الفستق. بس الفستق ده خشن شوية، مش زي الناعم اللي حطيته في قلب الحلاوة. ده هنحطه في القعر كده في القالب. وبعد كده هنزل بقى بالحلاوة بتاعتي، هرصها كده بالراحة واحدة واحدة. تسويها كويس عشان تطلع معاكي مظبوطة. وهندخلها طبعا، حطيناها في التلاجة لمدة ساعتين ل3 ساعات. هبتدي بقى اشيل ورقة الزبدة من عليها بالراحة. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، حلوة قوي. اعملوها لولادكم هتتبسطوا منها جدا. حاجة نظيفة وجميلة معمولة في البيت، احلى واجمل من المحلات واوفر بكتير. اتمنى تجربوها، هتنول اعجابكم جدا. عملنا مع بعض النهارده حبايبي الحلاوه الطحينيه بالفستق. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. كان معاكم نورة وليد. ما تنسونيش في لايك وشير. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، بشكركم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.